من ميتة وفي حاجات بتتعمل من ورا الكبير يا عطية. تقعد انت وولدك تتأمروا عليا وتدوروا على الآثار من ورايا كأني نايم على وداني. ليه؟ عاوز تبقى الكبير يا عطية؟ طب استنى يا أخي لما أموت، ولا عاوز تموتني بالحياة؟ لا عايش ولا كان، لا أنت ولا غيرك. كان عبد الجبار قدر، لكن الغلطة مش غلطتك، الغلطة غلطة أنا اللي اديتك أكتر من حجمك يا عطية. كيف يعني يا عم اديت اكتر من حجمه؟ هو بيشتغل عندك اياه. لو كان أبوك رباك ما كنتش كلمت عمك بالطريقة دي. خلصت يا كبير؟ أنا مش هعيد وأزيد عن عبد الجبار وعيلته اللي ركبونا ودلدلوا رجليهم التنين. ده أمر النجع كله عارفه، لكن تقدر تقول لي يا كبير آخر تهريبة ولا حتى فلوس دخلت عن طريقك ولا عن طريق الأستاذ لعيلة أبو عصاية؟ ولا حاجة. أنا اللي بعمل كل حاجة، أنا اللي شارب المر وساكت، وكل ده ليه؟ عشان أخوي وحبيبي كبرنا. قول طلع كل اللي في قلبك علشان تبان على حقيقتك. حقيقتي واضحة وباينة كيف شمس النهار، لا بلف ولا بدور وبقول للأعور انت عور في عينه. قصدك يعني اني بقيت الف وادور، ويمكن كمان تقصد اني بقيت اعور وما بشوفش؟ العفو يا أخوي، أنا قصدي بس إن أنت كبرت وربنا يديك الصحة، محتاج ترتاح. وخرفت عشان كده انت عاوز تاخد مكاني. ما تجولنيش كلام ما قلتهوش. طب اسمع اخر قولي، الرأي رأيي والشهرة مشهورتي، وموضوع الآثار ده ما حدش يتدخل فيه. أنا اللي أعرف كيف يتعمل، ده شغل كبار مش صغيرين. احنا مش صغيرين يا عمي. قدم ولدك يا عطية. أنا نازل الانتخابات السنة دي، مفيش همسة ولا كلمة تتقال في بيت أبو عصاية إلا بعد إذني ومشورتي. مفهوم؟ اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.